تعالوا بقى مع بعض نعمل بانيه مقرمش بطريقة سهلة وبسيطة، مش هتاخد معاكي وقت خالص. ده البانيه اللي انا كنت متبلاه بالبصل والبهارات كده، كنت شايلاه في الفريزر معاكم. اللي محطوط فيه دي كانت مية بصل، فمش هرميها خالص. هطلع بس البانيه اركنه في حاجة كده عقبال ما اعمل الخلطة بتاعتي. هحط في حدود كده 4 أو 5 معالق دقيق على حسب الكمية اللي عندك، وبهاراتك اللي بتحبيها بقى، ملح وفلفل وكركم وبابريكا. وهحط بيضة واحدة، ولا اكتر ولا اقل، عشان ساعات كمية البانيه بتحتاج نحط اكتر من بيضة. هقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض، وشوية لبن صغيرين كده في حدود معلقة كبيرة. المهم ان الخليط ده يكون تقيل معايا شوية، عشان لو خفيف مش هيمسك في قطعة البانيه، لازم يبقى تقيل شوية عشان يمسك فيها. هحط بقى قطعة قطعة كده واقلبها على الجنبين علشان التتبيلة تمسك فيها لما اجي احطها في الفيجيتار. احطهم كلهم كده واقلبهم مع بعض. الخلطة دي ما ينفعش اشيلها في الفريزر،